تقول إحدى الفتيات: زارنا خطيبي وجلست معه لوحدنا، ثم دخلت أمي وضعت على الطاولة عصيرا وبيتزا وخرجت لتكمل أعمال المنزل وتركتنا لوحدنا. فأخذ قطعة بيتزا وأكلها ثم قال إنها لذيذة، فقلت له: هل أعجبتك؟ قال: نعم لذيذة ومذاقها روعة. فقلت له: هذه من صنع يدي. قلتها له لكي يعجب بي أكثر ولا يهرب من يدي. فأخذ يمدح في الطعام ويشكرني ويقول: إنني رجل محظوظ، سوف أتزوج بفتاة جميلة وفي نفس الوقت ماهرة في الطبخ. وعندما غادر ذهبت عند أمي وسألتها: من أين تلك البيتزا؟ إنها لذيذة. فقالت لي: خطيبك هو من أحضرها معه، ومنذ ذلك اليوم لم أراه في بيتنا ولا في حياتي، ذهب ولم يعد.